السلام عليكم الغزاله ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين مزيانين؟ نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، في صحه جيده، اموركم طوب طوب ان شاء الله. نهار جديد، فيديو جديد معاكم على القناه ديالي امينه تي في 6. المهم نتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال واحسن الظروف ان شاء الله. المهم سمحوا لي الغزاله ديالي تعطلت عليكم وراه تلف لي الكلام معكم وهربوا لي المصطلحات. المهم شحال هذه ما حطيت حتى شي حاجه، ما كنساليش. المهم ما كنساليش البنات والله غالب. المهم فاش كان نقدر راني كنحط، فاش ما كنقدرش الله غالب. المهم هاد النهار كنت غادي ندير واحد المسكوته زوينه، اللي يعني هذا كيك يومي عندي معتمد. كتجي زوينه وسهله بمكونات بسيطه، وكتستق بالنسبه للمبتدئات اللي ما كيستقلهمش الكيك. المهم خليكم معايا ان شاء الله حتى تشوفوا طريقه التحضير والمقادير، وطريقه التحضير في نفس الوقت كتكون سهله وممتازه ان شاء الله. خليكم معايا. مهم طريقه التحضير، اول حاجه كنشد واحد المول. المهم اي مول عندكم، ماشي ضروري يكون بحال هذا اللي عندي. المهم اي مول عندكم كتشدوه دهنوه بالزبده، يعني الطريقه المعتمده عند الجميع. كدهنوه بالزبده ودردروا عليه فرينه الطحين، وكديروه في الفريغو. كديروه في الفريغو لان علاش؟ باش كيبرد مزيان. من كيبرد هو اللي كيعاون داك الكيك باش يطلع. كنخليوه هو الاول نصايبوه ونديروه في الفريغو ونخليوه مع كنديروا فيه الكيك ونديروه في الفران مع ديك السخونيه والبروده كطلع الكيكه مزيان وما كتهبطش. المهم هانتوما تشوفوا طريقه التحضير. عندي كاس نتاع سنيده، نص كاس نتاع الزيت، عندي جوج كيسان نتاع الدقيق، نص كاس نتاع النشا، عندي مستحضر فلون كراميل، عندي 4 البيضات، وعندي جوج ساشيات نتاع السكر باني، وجوج نتاع الخميره الكيماويه، كل وحده من وزن 11 غرام. المهم البنات، وهنايا راني نورمالمون كندير واحد الياغورت طبيعي، واحد الياغورت بنكهه الفاني، ولكن ما كانش متواجد عندي. وواحد راني ما حطيتش هنا واحد نص كاس نتاع الماء غليان، كنستعملوه هو المكون اللي كيخلي الكيكه كتجي هائله، هو والفلو. هو الفلو كراميل، يعني كيخليو يعطيو واحد النكهه خطر لهاد الكيك. المهم البنات هاني بعد ما درت 4 البيضات ودرت كاس نتاع السكر، يعني من وزن كاس نتاع العنبه، كاس نتاع السكر وشويه د الملحه، وجوج ساشيات نتاع الفاني من وزن 7 غرام. كنضربوهم مزيان 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 حتى نحصلوا على هذا الخليط هذا، هكا اللون ديالو هذا. وكنزيدوا عليه نص كاس نتاع الزيت وكنضربو مزيان. انا استعملت هنا غير الضراب اليدوي، واللي عنده الضراب الكهربائي وبغات تستعملو ما كان حتى مشكل. المهم انا استعملت غير الضراب اليدوي. المهم كتضربوا مزيان مزيان وكتزيدوا النواشف. هنا كنزيدوا جوج كيسان تاع الطحين، وضروري نغربلوهم باش هما اللي كيساعدوا داك التغربيل كيعطي واحد الهواء لداخل في الكيكه وكتجي طالعه. وكنزيدوا نص كاس نتاع النشا. هانتوما تشوفوا كنغربلو كلشي المكونات باش يساعدونا. وكنزيدو فلون كراميل، يعني مستحضر الكراميل، كيجي غزال البنات تجربوه، كيعطي حتى اللون، كيعطي واحد الصفوريه لهذيك الكيكه كتجي هائله. كندير هنايا 50 غرام. وبالنسبه للاخوات اللي في المغرب راه داك فلون الصغير، هذيك الساشيه الصغيره كافيه. وحنا هنا في فرنسا يعني عندنا هذاك فلو كبير كندير 50 غرام. وجوج ساشيات نتاع الخميره الكيماويه، كل وحده من وزن 11 غرام، يعني 22 غرام. المهم البنات كنخلطوا هاد المكونات مزيان. هنا راه غادي يجينا قاصح البنات، يعني غادي يجينا شويه قاصح العجينه، يعني هنا غادي تكون بحال السائل قاصح. كنزيدوا عليه نص كاس نتاع الماء غليان، داك الكاس اللي عبرنا به الزيت، نص كاس نتاع الزيت كنزيدوا عليه الماء غليان. هانتوما تشوفوا نزتو، كتضيفوا عليه داك الماء الغليان، نص كاس يكون غليان نتاع الاتاي. وكتضربوه مزيان حتى كنحصلوا على الخليط العادي نتاع الكيك اللي كنرسموا به رقم 8 وكتبقى ما تمسحش. هنايا البنات راني وريت لكم حبيبات الشيكولا، سمحوا لي راه واحد المقطع تمسح لي. حبيبات الشيكولا اللي عندها وبغات تضيفهم كتضيفهم، هانتوما تشوفوا. وكنديروه في الفران ديالي، كنشعل الفران على 170 درجه، وكنشعلو من الفوق غير من التحت، غير من التحت. وكندير الكيكه، يعني كندير الكيك في الفران بارد بارد، وكنحسب له 45 دقيقه. وهانتوما تشوفوا هذه هي النتيجه، كيجي هائل. شوفوا اللون ديالو كيجي واعر، كيجي زوين. المهم عليكم غير تجربوه، والله البنات كيجي هائل هائل هائل. شوفوا هذاك اللون اللي عطاه داك فلون كراميل، كيجي زوين. كان يعني طريقه تزيين كل وحده والطريقه اللي بغات دير. انا شديت يعني داكشي اللي كان متواجد عندي في الدار، دهنته بشويه الكونفيتور نتاع
الفخيز، ما كانش عندي نتاع المشماش، دهنت بنتاع الفخيز. كان عندي شويه اللوز ايفي اللي حمرته، درتو عليه شويه نتاع حبيبات الشيكولا اللي درتهم في الداخل، درت عاود شويه على برا، ها نتوما تشوفوا. يعني طريقه تزيين كل وحده وطريقه التزيين ديالها، واللي بغات ياكلوه غير هكاك راه كيجي هائل، واحد المذاق مع داك الفلون كراميل كيعطي واحد اللذه زوينه زوينه. وهنايا البنات درت خطوط، راكو عارفين الدراري الحاجه اللي فيها الشوكولا كياكلوها. درت خطوط نتاع الشوكولا، يعني ما كانش عندي داك الساشي جوطابل. هاني درت غير بلاستيك نتاع الكونجيلاتور، درت واحد المعلقه ديال النيتيلا في الجنب وثقبتها بداك الكوردون صافي، ودرت خطوط هكا نتاع الشوكولا. المهم هذه هي الطريقه ديالي، هذا هو الكيك ديالي جا هائل. المهم جربوه ما غاديش تندموا عليه والله، راه من بعد لا قادر تمسحوا ليا. المهم ما تنساوش اللي عندها اللي انا كندير معاه كيما قلت لكم واحد الياغورت بنكهه الفاني، انا ما كانش عندي، ما درتوش. واللي المهم تقدروا تستغناو عليه لان جات هائله بلا به. فلون كراميل ما تستغناوش عليه في هذا الكيك، جا هائل، كتعطيه واحد اللذه واحد البنه زوينه. وهذاك الكاس ديال الماء، نص كاس ديال الماء عفوا، نص كاس ديال الماء غليان، هذاك الكاس اللي عبرنا به الزيت كنديروا نص كاس نتاع الزيت ونص كاس نتاع الماء غليان، حتى كنخلطوا المكونات وكيجينا الخليط ثقيل ثقيل اللي خاطر بزاف. يعني باش كنهبطوا ديك الخطوريه ديالو بداك نص كاس نتاع الماء غليان، كنغليو الماء بحال غادي نعمرو اتاي ونعبرو نص كاس، نخلطو حتى كنحصلوا على الاخر نتاع الكيك اللي بغينا. الخليط اللي كنرسمو كما قلت لكم رقم 8 وما كيتمسحش. المهم وكندخلوه الفران بارد، وكنشعلوا له غير من التحت ونحسبوا 45 دقيقه، وغا كيكون طايب على حق وطريق. وها نتوما تشوفوا اللون ديالو كي جا مذهب ومحمر وجا زوين زوين بزاف. المهم هذا ابسط، يعني من ابسط الحوايج يعني، ولكن كاين بالنسبه للاخوات كاين بعض المبتدئات اللي ما يستقلهمش الكيك، يعني تطلع حتى وتهبط. المهم الكيك باش يطلع وما يهبطش، انكم خصكم دائما تدخلوه في الفران، يكون الفران بارد، وتشعلوه غير من التحت وديروا له 170 درجه، وتخليوه على نار على خاطره 45 دقيقه، وما تحلوش عليه الفران. المهم هذه هي النتيجه النهائيه، نتمنى تعجبكم، ونتمنى ان شاء الله ما تنساونيش باللايك وتنساونيش بالجيم. واللي شافت الفيديو ديالي عاد زعما اللي دخلت عاد القناه ديالي، ما تنساش دير لي شي تعليق زوين، ودير لي ابوني، ودير لي جيم. شكرا لكم على المتابعه ديالكم ليا، وحتى الفيديو مقبلين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.